جهزوا نفسكم للي هتسمعوه النهاردة. جريمة هزت حي شعبي في اسكندرية سنة 2015. قصة دعاء، البنت اللي كانت هتبقى عروسة، بس يوم فرحها بقى أسوأ كابوس ممكن تتخيله. مش بس قصة عن جريمة، دي قصة عن الخيانة والغيرة اللي ممكن تدمر حياة الناس. هتعرفوا ازاي جار طيب ممكن يتحول لمجرم، وايه اللي ممكن يخلي واحد يعمل اللي محدش توقعه. يلا نبدأ، بس خليكم مركزين. في حي المنشية في الإسكندرية كان في شقة صغيرة في الدور الأرضي في عمارة قديمة، ساكنة فيها دعاء، بنت عندها 22 سنة، وأمها أم سعاد. دعاء كانت بنت هادية شاطرة، وأمها كانت بتعيش عشان تشوف بنتها عروسة. والدها مات وهي عندها 8 سنين، ومن ساعتها أم سعاد بتكافح. كانت دايما تقول: يا دعاء، نفسي أشوفك في فستانك الأبيض قبل ما أموت. في صيف 2015 دعاء اتخطبت لأحمد، شاب من الحي كان بيحبها بجد. الفرح كان مقرر يوم الجمعة، والحي كله كان بيتكلم عن دعاء وفستانها الأبيض اللي كان زي الأحلام. يوم الخميس الصبح دعاء كانت بتجهز شنطتها عشان تروح الكوافير. أمها كانت في المطبخ بتعمل فطار، وقالت لها: يا دعاء، الكوافيرة قالت لك الساعة 10:30، ما تتأخريش. قالت لها: ما تقلقيش يا ماما، كمان ساعتين هكون جاهزة. خرجت دعاء من البيت الساعة 9:30، فرحانة ومبتسمة، وماشية في الشارع اللي كله جيران بيباركوا لها، بس ما رجعتش. مرت ساعة، 2، 3، المساعدة بدأت تقلق. اتصلت بدعاء بس ما كانتش بترد. راحت الكوافيرة بنفسها، لقيتها بتقول: دعاء ما جاتليش خالص. أم سعاد حست إن قلبها بيتقطع، بدأت تقلق جامد. اتصلت بالجيران، بتدور في الشوارع، تسأل أي حد شاف بنتها. الحي كله اتجمع، شباب وستات بيدوروا، بس ولا أثر لدعاء. في آخر الشارع جنب سور مهجور مليان زبالة، واحد من الشباب اسمه خالد سمع صوت رنة موبايل ضعيفة. بدأ يدور على مصدر الصوت ويحفر في كوم من التراب. لقى موبايل دعاء مدفون، وعليه بقع دم لونها بني غامق زي دم ناشف. أمها لما شافت الموبايل صرخت ووقعت مغمى عليها. الشرطة وصلت بسرعة، خدوا الموبايل للتحليل. بدأوا يسألوا: مين شاف دعاء؟ مين كان بيتكلم معاها؟ هل في مشاكل مع خطيبها أحمد؟ الكل قال لأ، دعاء وأحمد كانوا زي السمنة على العسل. لكن حاجة غريبة ظهرت. آخر مكالمة جت لدعاء كانت من رقم غريب، تليفون بيت محروس جارهم، الجار اللي ساكن في الدور التاني في نفس العمارة. العم محروس راجل كبير عنده 67 سنة، أرمل، عايش لوحده. كان معروف في الحي إنه طيب، بيوزع حلويات على الأطفال الصغيرة، وبيقعد في بلكونته يبص على الشارع، على اللي رايح واللي جاي. كلنا عارفين الشخصيات دي، بس في حاجة كانت بتقلق الناس. محروس كان بيبص على اللي رايح واللي جاي، ودعاء بالأخص كان دايما يسأل عنها، يتكلم عنها مع الجيران. ومرة قال لجاره: دعاء بقت مغرورة قوي بعد الخطوبة، مش بتسلم زي الأول. الكلام ده خلى الجيران يحسوا إن في حاجة غريبة في تصرفاته. الشرطة راحت بيت محروس بأمر تفتيش. لما فتحوا الباب لقوا ريحة غريبة زي دم قديم ضربت في وشهم أول ما دخلوا. البيت كله كان في حالة فوضى، هدوم مرمية، أطباق مش نظيفة. في أوضة النوم لقوا فستان أبيض عليه بقع دم بني غامق، وجنبه طرحة زي بتاعة فرح. تحت المرتبة لقوا سكينة عليها آثار دم، وكيس بلاستيك مليان هدوم. محروس كان قاعد في الصالة ساكت وعينه مبرقة، لما وجهه بدأ يترعش ويتوتر، وبعدها انهار. أنا كنت بحبها، كنت بشوفها كل يوم تكبر قدامي. لما عرفت إنها تتجوز حسيت إني بخسرها، ما حسيتش بنفسي. قال إنه اتصل بدعاء يوم الخميس وقال لها إنه عايز يديها هدية بسيطة بمناسبة جوازها. طلب منها تيجي عشان تاخد الهدية، وقال لها: اتفضلي استريحي واشربي مية. وقال لها: هم 5 دقايق بس، مش هأخرك. بس لما دخلت قفل الباب وحاول يقنعها تسيب أحمد. لما رفضت وصرخت فقد عصبه وقتلها. التحقيقات كشفت تفاصيل بشعة. محروس طعن دعاء في بيته وحاول يخبي الجريمة. نقل جثتها المخزن تحت العمارة، كان بيستخدمه كمخزن قديم. حاول يدفنها في وسط الزبالة، بس خاف إن حد يكشفه، فساب الجثة هناك ودفن موبايلها في الشارع
عشان يبعد الشبهة. الشرطة لما شافت المخزن لقت جثة دعاء في حالة مأساوية وعينيها مفتوحة زي لو كانت بتحاول تقول حاجة. لقوا كمان رسالة صغيرة في جيب فستانها مكتوب فيها بخط إيد: أنا آسف يا دعاء. الجيران كانوا في صدمة. محروس الراجل الطيب اللي كنا بنأمنه على بناتنا طلع هو القاتل؟ أم حسام جارة دعاء قالت إنها كانت بتشوف محروس بينزل المخزن كتير بالليل وكان بيقعد بالساعات جواه. بس الجيران قالوا إنهم سمعوا صوت خبط في المخزن قبل يومين من الحادثة، بس افتكروا إنه بيصلح حاجة. الشرطة اكتشفت إن محروس كان عنده ماضي غامض، مراته ماتت في ظروف غريبة وكان في شبهات إنه متورط، بس ما كانش فيه دليل. محروس اتمسك وتحول للمحاكمة. في الجلسات كان ساكت، بس في الجلسة الأخيرة صرخ فجأة: أنا ما كنتش عايز أذيها، كنت عايزها تبقى معايا. كل في المحكمة اتفاجئ. أم سعاد كانت بتعيط وبتصرخ: ليه يا محروس؟ بنتي كانت زي بنتك. الحي كله حضر الجلسة الأخيرة واتحكم على محروس بالإعدام وتنفذ الحكم. بس حتى بعد كده الحي مرجعش زي الأول. العمارة بقت رمز للغموض في المنشية. الناس بدأت تتجنب تمر جنبيها بالليل، والبعض قال إن القبو لسه جواه في أسرار كتير تخص محروس. أم سعاد سابت الحي وراحت تعيش مع أختها في القاهرة. كانت دايما تقول: دعاء كانت فرحانة بس عيون الناس ما سابتناش. في بعض الجيران قالوا إنهم شافوا فستان أبيض مرمي في القبو بعد الحادثة بسنة، بس لما راحوا يدوروا ما لقوش حاجة. القصة دي بتعلمنا إن الشر ممكن يكون مستخبي في أقرب الناس. م- محروس كان جار واحد كانوا بيثقوا فيه، بس غيرته وهوسه دمروا حياة بنت بريئة. تفتكروا في كم محروس تاني مستخبي في حياتنا؟ لو شفتوا حد بيبص عليكم زيادة عن اللزوم هتعملوا ايه؟ احكوا لنا رأيكم في التعليقات. ولو عجبتكم القصة متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان قصص جريمة وغموض زي دي كمان. وخدوا بالكم، مش كل اللي بيضحكوا في وشنا يبقى زي ما يبانوا.